انا عندي صداع يا دكتور بقالي فتره طويله. عايز اقول لحضرتك ان ممكن يكون الصداع اللي عندك ده سببه عنيف. من اشهر الاسباب اللي ممكن تكون ليها علاقه بالعين وبتسبب صداع هو وجود ضعف في النظر، واشهر الانواع هو طول النظر او الاستجماتيزم، ودول بيظهر اثرهم في الناس اللي بتبص كتير على حاجات من قريب زي شاشات الموبايل والكمبيوتر. وبيكون الحل في الحالات اللي زي كده بسيط جدا عن طريق النضاره، او لو الشخص كاره النضاره بيعمل تصحيح نظر. كمان من اشهر الاسباب هو وجود ارتفاع شديد في ضغط العين، وده بيحصل في الاشخاص اللي بتكون عندهم زاويه العين اللي بيتصرف من خلالها سائل العين ضيقه، فبيحصل زياده في كميه السائل ده جوه العين وبتسبب ارتفاع في ضغط العين. لو الارتفاع ده شديد ده ممكن كمان يسبب صداع شديد عند الشخص. من اشهر الاسباب اللي مش بيكون سببها العين لكن بتظهر بفحص العين وبالاخص عصب العين فيما يعرف بفحص قاع العين هو ارتفاع ضغط سائل المخ، وده بيبان اثره معانا لما بنيجي نفحص عصب العين بنلاقي فيه ارتشاح حوالين العصب. عشان نفهم ده المخ بتاعنا بيكون محاط باغلفه، والاغلفه دي جواها سائل، نفس الاغلفه دي بتكون محوطه عصب العين بتاعنا، وبالتالي كميه السائل دي لو زادت حوالين المخ كمان بيحصل فيها زياده كمان حوالين العصب بتاع العين، وده بنسميه ارتشاح في العصب. المشكله دي بيتم علاجها من خلال دكتور الاعصاب، لكن دورنا احنا كدكاتره عيون ان احنا بنتابع حاله العين وحاله العصب وبنشوف الارتشاحات دي قلت ولا لا. انا دكتور عمرو راضي، مدرس واستشاري طب وجراحه في العيون، ودي معلومه يعني